ازيكم عاملين ايه؟ مين يصدق ان الزغلولين دول شايفين حجمهم عامل ازاي؟ واضح اهو حجمهم كبير. بصوا بقى اتحضن معاهم التالت ده. انا نحط ايه؟ صغر بصوا شايفين؟ استنى اطلعه لكم عشان تشوفوا الفرق. نقفل ده. شايفين حجمه ازاي؟ بين ده اهو مثلا وبين ده، شايفين؟ ده نفس العمر. طب ايه اللي حصل كده، او ايه اللي خلى ده يطلع كبير بالشكل ده ودوت صغير؟ طب انا هقول لكم ايه الاسباب اللي بتخلي زغلول يطلع معانا صغير وزغلول بيطلع كبير، وليه حصل عندي المشكله دي وازاي نحلها. بيحصل ان في بعض حمام لما بيحصي الحصوايه الاولى بيستنى لحد ما يحصي الحصوايه التانية ويرقد، وفي حمام تاني ناصح من اول ما بيحصي اول حصوايه بيرقد. فمبيبقاش في فرق في الفأس ما بين الحصويتين كبير. لكن لو في فرق توقيت او في فرق اليوم دوت، ممكن الاهالي تهتم بزغلول وتسيب التاني. ده اول سبب من الاسباب اللي تخلي عندنا زغلول كبير وزغلول صغير. تاني سبب ممكن الاتنين او البيض بيبقى فائس وكل حاجة في نفس التوقيت، وتلاقي فيه زغلول انصح من زغلول يفضل يمد بوزه كده او منقاره للاهالي، فالاهالي تهتم بالناصح او بالاسرع او باللي بيمدلها بقه الاول فتاكله اكتر، فتهتم بواحد عن التاني. والسبب الثالث اللي حصل معايا ان كان في قصين تقريبا نفس التوقيت فقسوا في نفس الوقت، لكن في اهالي اكلت اللي هم من فوق دول اكلت اكتر كميه اكبر، وكانوا حنينين على الزغاليل بتاعتهم. وكان في القص دو يعني قص تاني طلع الزغلول دوت بس، وكان زغلول تاني واحد مات واتبقى دوت ما اكلهمش كويس وما كانش راضي يحضن ده، فكان في فرق توقيت ما بين دوت ودوت تقريبا الحجم، وفرق تقريبا يوم، فهو اللي عمل كده. فانا مشيت يعني انا رحت عند والدتي وابتدت الاهالي تاكل زغاليلهم اساسا وتهتم بدوت بس مش زيهم. يعني بصوا كده هو اهو انا مأكلاه. فانا بقيت اعمل ايه لما احط الوجبه بتاعتهم؟ يعني لما احط وجبه الكلفه فبياكلوا اهو، شايفين ده اكل اكل كويس اهو، وده كمان اهو اكل كويس، فببتدي ارفعهم كده. ده اول حل. في حل تاني ماشي، وبسيب اهو ده اهو تمام، وبسيب دوت واهتم يعني ااكله يجي ايه، يعني احط في الكلفه مرتين تلاتة عشان يغذوا او يهتموا بدوت كويس. ده اول حاجه. تاني يعني ده اول حل. تاني حل ان انا الاقي قصوص تحتها زغاليل تبقى بنفس الاحجام نفس الحجم كده واحطها. لكن انا عندي دول يعني راقدين، كل اللي عندي حاليا راقد على بيض، فعلشان كده انا ابتديت اعمل كده، اشيل الزغاليل الكبيره لحد ما يهتموا بدوت ياكلوه وجبه او اتنين، واحط كلفه بزياده لحد ما الدنيا تتظبط عندي، والاقي ان دوت ابتدى يشد حلو. لان انا لو ما عملتش كده هيكبر ضعيف وهيبتدوا يهتموا بدوت وهيسيبوا ده. فاحنا يعني بنحاول ان احنا ايه نعمل لاخر يعني كل المحاولات بحيث ان احنا ننقذ الزغلول او نخليه كويس او بصحه كويسه مش ضعفان يعني. وفي حل تالت نقدر ان احنا نساعد الاهالي بان احنا ناكل يدوي. لو هو اقل من 10 ايام بنجيب مثلا او مثلا عمر اسبوع بنجيب سيريلاك ونبتدي ان احنا نحطه ندوبه بشويه ميه ونديله بسرنجه في الفم مباشره. يا اما لو هو اكبر من 10 ايام او 12 يوم بنبتدي ان احنا نخشله الاكل عادي ونديله الحبوب، او ممكن نلين الحبوب زي الفول ونبتدي ان احنا نزقهم له كده علشان يكبر حجمه. هو فيديو بسيط بس حبيت اشارك معاكم كل حاجة بمر بيها، سواء بالايجابيات او بالسلبيات او المشاكل اللي بتعرض فيها في تربية الحمام. اتمنى تكونوا استفدتوا. مع السلامة.